وجوبا؟ مين اللي حطها؟ الأحوط رواية، الأحوط وجوبا والأحوط تركها، تمام، والأحوط استحبابا. هذني ما في حاجة اسمها الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا ممكن تمشي، لكن ما في حاجة اسمها أحوط وجوبا. يا إما وجوبا عليك ألا تفطر إلا بعد الصلاة، أو الأحوط لك أن تصلي، اسمعني بس، أو الأحوط لك أن تفطر بعد الصلاة، دي الأحوط، طول الأحوط لي أن أفطر بعد الصلاة. تمام؟ يبقى كده جاز لك أن تفطر مع الأذان، ولكن الأحوط أن تفطر بعد الصلاة، ده جميل قوي. لكن إن أنت تقول جاز لك أن تفطر بعد الأذان، ولكن الأحوط وجوبا أن تفطر بعد الصلاة، يبقى كده مفيش حاجة اسمها قبل الأذان، لأن وجوبا ده يعني عكسها نهي، يعني عكسها عدم وجوب. لا نعم، عكسها عدم وجوبا، ولكن متى أن قرر. على العموم ماشي، دي قضية ثانية. الآن من الذي قال أحوط وجوبا؟ يعني مين من العلماء اللي قال الكلام ده؟ أنهم أحوط وجوبا أن تصلي الأول بعدين تفطر، من الذي قال هذا الكلام؟ النبي محمد. طب هات، اتفضل يلا، اتفضل هات من النبي محمد أو أحد الأئمة. الإمام علي بن أبي طالب. طب هات يلا وأنا أجيب لك العكس، يلا. نعم؟ هات وأنا أجيب لك العكس، يلا. يلا هات ان علي بن ابي طالب، هات ان علي بن ابي طالب قال صلوا ثم افطروا. اسمع يا اخي، باسناده عن علي بن ابي طالب عليه السلام. باسناد من؟ باسناد من؟ نعم؟ باسناد من؟ باسناد الحديث؟ مين باسناد من؟ كتاب ايه باسناد من؟ كتاب الجعفريات. ايوه، باسناد من ده؟ أستاذي العزيز، كتاب الجعفريات، حديث مسند عن علي بن أبي طالب للرسول محمد صلى الله عليه وآله. اتفضل كمل بس، كمل الحديث وبعد كده نرجع للإسناد تاني، اتفضل. لا هسه احنا ما نريد نتناقش، لازم انت مقتنع بقضيه انه هذا الحديث المسند صحيح؟ لا قول الحديث الاول وبعد كده يمكن الحديث رايح في داهيه، هنرجع نتكلم نتشكل في اسناد، وممكن تكون انت فاهم الحديث غلط، قول لي المتن وبعد كده نرجع للاسناد ان شاء الله. نعم. قول علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه واله ان اتمام الصيام بعد صلاة المغرب يجب الاتيان به على الأحوط وجوبا على المسلمين. هو علي بن ابي طالب قال الكلام ده؟ علي بن ابي طالب في كتاب الجعفريات. كتاب الجعفريات علي بن ابي طالب قال الكلام ده؟ طب استنى انا هفتحه معاك، معلش. هفتحه معاك، كتاب الجعفريات جزء كام؟ دقيقة. اساسا علي بن ابي طالب ما قالش الكلام ده، يعني انا شاكك ان هو علي بن ابي طالب يقول احوط وجوبا تفعل كذا، ده ما قالهاش، ده ممكن تكون اختراع منه دلوقتي. لا يا استاذ، انا كيف اليوم اخترع؟ ماشي اتفضل، هنشوف حديث ولا مش حديث، انا اشك بصراحه ان هو حديث. نعم تمام، تفضل تبحث في الحديث حاليا؟ اتفضل، انت قلت كتاب الجعفريات فانا كتبت كتاب الجعفريات، جزء كام وصفحه كام؟ جزء كام؟ دقيقة بس. الجزء الثاني. ماشي. صفحة كام؟ ندخل هذه الصفحة دقيقة. اتفضل. اسمعك، اتفضل. تسمعني عزيزي؟ اسمعك. صفحة 60 صفحة 60. صفحة 60، حاضر نجيب صفحة 60، كتاب الجعفريات صفحة 60. المشكلة يعني مشكلة الكتب يعني اللي عندي والله يعني الكتب القانونية جاية من عندي يعني فما
كتاب الجعفريات. الشيخ وليد تسمعني عزيزي؟ انا مش طالع معايا اساسا الكتاب. انت كتاب الجعفريات ده لمين؟ العالم المؤلفه مين؟ كتاب الجعفريات لمين؟ كتاب الجعفريات ده لمين؟ كتاب الجعفريات لمين؟ بالضبط. ها؟ اسماعيل بن موسى بن جعفر. اسماعيل بن موسى بن جعفر. طيب يبقى انا استنى بس عشان ده تحميل الكتاب، بحث في كتاب الجعفريات. المشكلة يعني الكتاب الإلكتروني جاي الصفحات دي عندي تخبط بسبب خلاص هنجيبه ان شاء الله ما تقلقش. طب معلش قول لي كده، قول لي الحديث كده زي ما قلت انت المره اللي فاتت كده، اقرا لي الحديث كده بسنده. لازم اطلع دقيقة بس لازم اطلع من جديد. ما هو قدامك يا ابني، انت مش لسه مطلعه؟ لأنه رجعت طلعت وجاي ادور وياك على لما صار الالكتروني بسبب الانترنت البي دي اف بسبب الانترنت شوي يروح ويرجع، فما اعرف شو اسوي بالضبط. يلا معاك ان شاء الله. تسمعني شو اخوي؟ اسمعك تفضل. حديث المسند عن علي بن ابي طالب عن النبي محمد صلى الله عليه واله. ثم اتم الصيام الى الليل. تمام مالي؟ ماشي. ثم اتم صيامكم الى الليل. وعلى الاحوط وجوبا اتيان الافطار بعد اتمام الصلاه. ده من كلام المؤلف ده، ما في حاجه اسمها بتاع دوت. ما فيش الكلام ده. عمر ما علي بن ابي طالب ولا حد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اتم الصيام الى الليل وعلى الاحوط وجوبا. ما هي على الاحوط يا اما وجوبا، ده انت كده ضربت العصمه كلها. يعني انت اساسا بالكلمتين دول يعني في حاجه اسمها معصوم يقول لك على الاحوط وجوبا الا تصلي الا كذا. على مين شكرا عم انا بدور عليهم نشوفها نناقشوها المره الجايه باذن الله. في معصوم يقول لك على الاحوط وجوبا. ما هو يا احوط يا وجوبا، يا تصوم قبل المعصوم المفروض كده، يا ما تفطرش قبل بعد الاذان، يا اما تفطر بعد الصلاه. مفيش حاجه اسمها المعصوم عندهم يقول لك على الاحوط وجوبا ان انت تفطر بعد البتاع دوت، يبقى المعصوم مش عارف اساسا. ضيعنا وقت على الفاضي والله العظيم.